خامس مشروب معانا والأخير فروشت تي، شاي الفواكه. في عز برد ألمانيا في مشروب لونه أحمر أو بنفسجي، ريحته فواكه وطعمه حامض وحلو في نفس الوقت، اسمه فروشت تي أو شاي الفواكه. المكونات بتاعته بتبقى خليط فواكه مجففة، تفاح وكريز وتوت وكركديه وزبيب وموضوع كبير، ومية سخنة. طريقة التحضير: بنغلي المية كويس ونضيف فيها الفواكه المجففة أو نجيب كيس شاي جاهز ونسيبه يتنقع من 5 ل10 دقايق. نشربه سخن أو ممكن حتى بارد في الصيف. قصة شاي الفواكه: شاي الفواكه انتشر في ألمانيا في القرن ال19 مع حركة الطب الطبيعي أو الناتوا هايل كوند. الألمان كانوا بيجمعوا الفواكه البرية زي التوت والكريز ويجففوها ويعملوا منها شاي عشان ياخدوا فيتامينات في الشتاء، خصوصا في الوقت اللي مفيهوش فاكهة طازة. فالنهاردة شاي الفواكه بقى مشروب عائلي أساسي، بتلاقيه دايما في بيوت الألمان خصوصا لما يتجمعوا في أعداد شتاء دافية. في مثل ألماني بيقول دي بيست ميديتسين فيكست إم جارتن، يعني أحسن دواء بينمو في الجنينة. يعني الألمان بيؤمنوا إن العلاج في الطبيعة، ومشروب زي شاي الفواكه مش بس بيدفيك، ده كمان بيمدك بطاقة وصحة في عز البرد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.